إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل تقريبا نصف ساعة كنت مع أحد الأخوة وأبلغني عن فلان من الناس أنه توفي رحمه الله، رجل في عز الشباب، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. وقصته حقيقة والله عجيبة غريبة، والله أني صدمت من هذا الموقف، ولكن هذا قدر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرجال طبعا مدني وراح المستشفى على أساس يشيك، يعني عنده ألم في صدره أو شيء من هالقبيل، فشار عليه أحد الزملاء العسكريين قال أبى أدخلك المستشفى العسكري ببطاقتي وبالملف حقي، أفضل لك من المستشفيات حقت وزارة الصحة. وهذه والله طريقة يا أخوان خطأ، ما يجوز. الحاصل أن الرجال وافق وراح المستشفى ومشت الأمور في العيادات الأولية ومن هالقبيل، وعلى أنه يعني أبد المريض يعني موظف عندهم أو من هالقبيل حسب البطاقة والملف، لأن البطاقة ما فيها صورة، البطاقة حقت المستشفيات هذه ما فيها صورة العسكري، فيها فقط لا غير الرقم. الحاصل بعد التشيك وجدوا أن عنده تقريبا شريان تعبان أو من هالقبيل، فقرروا قالوا عملية. فيعني تردد الرجال، لكن خويه قال أبد، أبتل المكان طيب والمستشفى كويس، ووافق على العملية. دخل العملية ولا حول ولا قوة إلا بالله، احتاج دم، سبحان الله العظيم، احتاج دم في أثناء العملية. فتحوا الملف لأن ما في أحد من أقاربه موجود وقتها، فتحوا الملف وجدوا أن فصيلة الدم يعني هي المطلوبة. اتصلوا على بنك الدم، جابوا الدم ويعني وضعوه في الرجال. بعد تقريبا ساعة ونص أو ساعتين توفي رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. جو بعدين فتشوا إيش السالفة، كيف الكلام هذا، يعني العمليات بشكل شبه يومي في المسألة هذه. وجدوا أن الدم يختلف عن الدم اللي أعطي الرجال. حاصل طابقوا نفس الفصيل اللي في الملف، نفس الدم اللي جاء من هناك، باقي متبقي منه، في شيك وذا تبين أنه يعني الرجال يعني ما هو صاحب الملف. المهم شيء صراحة والله مزعج، نسأل الله السلامة. ما مشوا بالطريقة الصحيحة، لفوا وداروا، وهذه النتيجة. الآن صاحب الملف أو البطاقة الله أعلم في تحقيقات وفي مشكلة كبيرة. ويعني لا بد أن الإنسان يا أخوان يمشي صح، هذا الكلام ذا لي ولكم، لا بد تمشي صح، لا تلف وتدور مع الحكومة وتلف وتدور في أشياء والله إنك لا تعلم من أين تأتي. إي والله. فأي أمر كان خلك نظامي وأمشي صح، والله بيكتب لك إن شاء الله الخير حيث كان. هذا حقيقة حبيت أبلغكم بالقصة هذه. والرجال وروني صورته قبل شوي، والله أني تأثرت صراحة، لكن ما نقول إلا رحمه الله وعفى الله عنه وتجاوز الله عنهم جميعا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.